طيب ايه مميزات الاوتوميشن تيستنج؟ طبعا عكس كل اللي كنا بنقوله في المانيوال تيستنج، واهم حاجه هي ايه؟ بوينتنج فينجرز. اول ما يحصل بج او حاجه انسيدنت على البرودكشن، فدايما اول حاجه ايه؟ هي دي مشكله الديفلوبر ولا التستر؟ وتبدا الخناقه الشهيره. للاسف في شركات كتير لما تبدا تحصل مشكله، اول حاجه قبل ما نشوف المشكله ايه سبب المشكله وازاي ما تحصلش تاني ونتعلم منها ازاي والكلام ده، اول حاجه هو مين اللي كان شغال الفيتشر دي، وتعالى يعني لازم نلبسها لحد، شوف مين هو اللي هيلبس الموضوع ده ونشوف هيحصل فيه ايه بعد كده. بس لازم لحد يلبسها، ويبقى كل واحد بقى ايه بيحاول يتهرب من المسؤوليه. لا والله ده انا، طب ما انا كنت بكتب الكود كان شغال، التستر ما عملش كفر للكيس دي، طب ازاي دي عدت من التستنج وما عدتش، وهكذا. وبيحصل بقى ايه الكلام ده البليمينج كلتشر. طيب احنا بره السكوب، بس احنا طبيعي ان في الكيسز اللي كده المفروض نعمل ايه؟ الناس اللي بتقول بليمليس كلتشر دي، يعني يمكن في ناس كتير ما اشتغلش في انفايرمنت بتدعي بغض النظر هي بتعمل كده ولا لا فعلا، بس على الاقل بتدعي ان هي بليمليس كلتشر. فالبليمليس كلتشر بتقول ايه؟ ان انا لو في مشكله فهي مشكله في البروسيس مش مشكله في الاشخاص. لو في بج حصلت فكده انا السيستم بتاعي بيقلاو ان يحصل فيه بج، وازاي اميك شور ان ده ما يحصلش تاني، ازاي اعدل في البروسيس والسيستم بتاعي والنظام اللي انا بتبعه والورك والديفلوبمنت لايف سايكل، بحيث ان انا امنع ان المشكله تحصل. مش ان انا اشوف مين اللي عملها وعملتها ازاي، انت مش مركز شكلك كده مش عارف ايه، خد اجازه والحاجات دي. كان في ستيتمنت كده عملت لها شير من فتره، ان لو في بج في الكود طلع على البرودكشن، فالبج دي هي في الحقيقه هي تيست مش مكتوب. طيب تاني حاجه السيفتي نت. الراجل السعيد ده الاي اي عمله لي، ده حال الانسان اللي هو بيكتب كود وعنده تيست سوت فعلا قويه مقويه قلبه يعني، وعمال بيكتب وهو ايه يعني، وهو بيتكلم في التليفون وبيشرب شاي وياكل فشار، هو فعلا التيست سوت مقويه قلبه، في اي غلطه هي التيست هتضرب، هو مش قلقان. ودي واحده من المميزات القويه جدا للتيست دريفن ديفلوبمنت، حتى ان انت قبل ما تبدا تكتب الكود التيست موجود وبيفيل، ومتاكد ان انت مش هيعدي غير لما تكتب الكود الصح اللي انت اكسبكتد ان هو يكون بيفولفيل الريكويرمنت بتاعتك. تالت حاجه بيتر ديزاين. ودي حاجه من الحاجات اللي ممكن الناس تخش بالها منها، فكره ان العلاقه ما بين التست والديزاين هي علاقه يعني ايه، هما كابلد ببعض. فالتست بيحسن الديزاين والديزاين بيحسن الكود ان هو يكون تيستبل اند سو اون، وتفضل السايكل دي. فانت لما عامل اوتوميشن تيستنج ده بينيبل الريفاكتورنج، خليك تعرف تعمل ريفاكتورنج وانت مطمن، والريفاكتورنج ده بيمبروف التستابيليتي بتاعت الكود، هو بيحسن شكل الكود ويعملوا موديولز اصغر ومش عارف ايه، فتحسن التستابيليتي، واللي بينيبل انك تعمل اوتوميشن تيست اكتر واحسن. فتفضل السايكل دي شغاله كده، كله بيحسن في كله، وده كله بيمبروف الانترنال كواليتي بتاعت الابلكيشن بتاعتك. فواحده من اهم المميزات ان انت تحصل على اي بيتر ديزاين. واحده من المميزات القويه جدا الدوكيومنتيشن اللي عليها خلاف كتير في الاندستري، فكره اعمل دوكيومنتيشن ولا ما اعملش الدوكيومنتيشن دايما تبقى اوت ديتد مش عارف ايه الكلام ده. بس التست بتاعك هو احسن دوكيومنتيشن للكود بتاعك، لانه دايما هيبقى ايه اب تو ديت. عمر ما التست المفروض يعني عمره ما يكون بيديك فولس يعني ديسكريبشن للبيهيفير اللي بيحصل، ان هو في الاخر تيست كود هو بس ممكن يبقاش ريدبل بقى من تنبل، ودي كلام تاني هنتكلم عليه، ولكن التست نفسه ده بيكابشر الكرنت بيهيفير اللي في الكود، وبالتالي هو احسن دوكيومنتيشن المفروض للكود بتاعك. كمان ده بيمبروف الفيدباك لوب. تلاقوني كتير على لينكد ان بقعد اعمل شير لحاجات لها علاقه بالفكره امبروف الفيدباك لوب او شورتن الفيدباك لوب بتاعت الديفلوبمنت سايكل، وفكره الاجايل هي مش فريم وركس، هي مايند سيت، وازاي تقلل اللوب ديت. وهتلاقي لو فتحت اي كتاب بيتكلم عن الاجايل هتلاقي واحده من اهم البراكتسز بتاعتها ايه، تدي دي ليه، ان هو بينيبل فكره الفيدباك لوب ان هي تقصر يعني. فنفس السايكل اللي فاتت دي الفيدباك لوب، اللي انت عمال تكتب كود وتعمل ريفاكتور وتحسن الديزاين اللي هو بيحسن الانترنال كواليتي، وده بيزود المينتينابيلتي اللي بيمبروف التشينج بتاعتك ويخليها ايزي تو تشينج، وده كله بيصب في مصلحه انك تقلل الكوست بتاعت التشينج في الاخر. لو شفنا نفس الجراف اللي شفناه من شويه، المفروض ان ايز اوف تشينج بتاعتك مع التستس المفروض ان هي تبقى ايه احسن بكتير. ما كناش بنفس البتاع تبقى احسن، مش صعب تبقى نفس الايز اوف تشينج في اول البروجكت، لان ستيل الكود كبير وبالتالي كوجنيتيف لود على دماغك اكبر، وممكن تكون انت الديزاين بتاعك مش احسن حاجه، بس اوفر اول انت تحسن الديزاين لما بتكتب تيست، والتيست هيخليك كونفيدنت مع التشينجز اللي بتعملها، وبالتالي ده هيخلي التشينجز ليتر اون احسن. لو بصينا على الفيدباك لوب تاني للمانيوال تيستنج كومبيرنج للاوتوميشن تيستنج، دي السايكل الطبيعيه في الانفايرمنتس اللي فيها مانيوال تيستنج. انت بتعمل تشينج، تعمل ديبلوي مثلا كيو اي ولا حاجه، تعمل مانيوال تيستنج،
تيستنج تيم، بعد كده يديك فيدباك. السايكل دي الستبس لحد هنا دي ممكن تكون ايام او ساعات على حسب التيم وحجم الفيتشر، صح؟ تكون انت طبعا دخلت في فيتشر جديده، ما انت مش هتستناهم، فيجي لك فيدباك هنا ان والله في مشكله معينه محتاج تروح تصلحها. تبدا تعمل هنا ايه؟ سويتش الكونتكست. طيب سيب الفيتشر اللي معايا، تعال ناخد الفيتشر الثانيه نشتغل فيها. السويتشنج بتاع الكونتكست ده كوست، يعني فعلا كوست على البني ادم ان هو يسويتش من تاسك لتاسك، دي ده في كوست، في حاجات زي كده في الهاردوير بالظبط. انت بتنقل من بروسيس لبروسيس، محتاج تحط حاجات في الكاش، تروح الناحيه الثانيه تجيب بقى الحاجات، تشوف احنا كنا بنعمل ايه ومين فين، تبدا تفتكر ايه اللي كان بيحصل. فدي لوحدها كوست. ولكن انت اصلا دلوقتي كل ده يعتبر ويست اوف تايم. يعني انت من اول ما عملت التشينج البج موجوده هنا اصلا، انت رحت عملت الديبلوي كده، بعت للتستنج تيم، التستنج تيم ممكن اصلا بيتست حاجات تانية، فهو اصلا نفس السويتش كونتكست يحصل عنده، هو بيتست حاجات تانية مش فاضي لك، فيقول لك طب هبدا فيها بكره ولا بعده، فانت مستنيه شغلت في حاجه تانية بعد كده تعمل لحد ما يبدا يتست ويديك فيدباك، تكون انت ايه اصلا نسيت كنت بتعمل ايه. فاورز او دايز، وساعات بتوصل لويكس على حسب الشركات وحجم المشروع وغيره. لو انا عندي اوتوميشن تيست، انا في نفس تقريبا ستيب هرن التست سوب بتاعتي، هتديني فيدباك ساعتها، المفروض ان هي ملي سكندز او سكندز على حسب حجم الحاجه اللي بعملها. وبتدي كمان فاستر ديفلوبمنت، مش بس فيدباك لوب، بس كمان الديفلوبمنت بتاعتك انت هتبقى اسرع في الديفلوبمنت، واللي هو بالنسبه لنا هيقلل الويست اللي انا كنت بقول عليه دلوقتي. حتى لو انا بتست بنفسي مش هروح لتستنج تيم ولا حاجه، مثلا انا لسه كنت هحتاج ارن الابلكيشن واعمل له اجهز الداتا اللي محتاج اعمل لها تيست، وافتح اليو اي واقعد بقى كليك على بوتن هنا وبوتن هنا ومش عارف ايه، وسيميليت الحاجات اللي المفروض اعملها تيستنج. وبعد كده المفروض دي كوبي بيست، معلش دي المفروض فيدباك تشينج، يجي لي سويتش كونتكست وابدا اعمل التشينج تاني. طيب ودي نفس الكلام وانا بعمل التست، وساعتها هيجي لي الفيدباك السريع. طيب ايه اللي احنا عايزين نعمله او الاوتوميشن تيست بيحققه، واللي احنا التيميتلي عايزين نوصل له، ان احنا عايزين نعمل شيفت ليفت مايند سيت. حد سمع عن الكونسيبت ده قبل كده؟ هو بيقول لك ايه، دي الديفكت بتاعتك، الديفكت بتاعك مثلا هنفترض ان هو في هنا ديفكت، انت عندك هنا دي الفيز اللي بتعدي عليها من اول الريكويرمنتس والديزاين انجينيرنج او ديفلوبمنت وتستنج وديبلويمنت. الكوست بتاعت الديفكت كل ما تمشي، كل ما تمشي اكتر في الديفلوبمنت سايكل، الكوست تبقى اعلى بكتير، الديفكت كوست اعلى بكتير جدا، لان الديفكت اللي كانت معاك من اول الريكويرمنت هنا وبعدين حصل لها ديزاين ودي كوست انفستد فيها، وبعد كده الديفلوبمنت او الانجينيرز بدا يعمل ديفلوب للحاجه اللي هي فيها ديفكت والتستنج. فكل ما ديتكتت متاخر كل ما كانت الكوست بتاعتها عاليه. تخيل انت عملت ديبلوي وطلعت مع الكاستمر، دي اعلى كوست. مش بس انك ممكن تكون فعلا في فلوس او حاجات خسرتها، بس كمان انت ممكن تخسر الماركت، ممكن تخسر الكاستمر بتاعك، ان هو خلاص هو مش حاسك، انت مش تراست اصلا بالنسبه له، فالكوست هنا بتعلى. فاللي احنا عايزين نعمله، عايزين نشفت دماغنا للليفت سايد، نبدا من اول خالص، من اول الريكويرمنتس، ان احنا نانفولف التستنج في من اول الستبس، من اول حتى ريكويرمنتس، من قبل ما نكتب كود. هتلاقي الناس اللي هم بتوع التستنج تيم عارفين فكره ان انت تفاليديت الريكويرمنتس وتبص عليها وتطلع وتعمل لها فعلا كايند اوف يعني ايه ميكينج شور ما فيش كونفليكت في الريكويرمنتس، لو في حاجات مش بتميك سنس او كده ان هو يعدلها او الكلام ده. فانك تنفولف التستنج كمايند سيت من الاول خالص، من اول ريكويرمنتس، بعد كده ديزاين والانجينيرنج وهكذا. كل ما تشفت ليفت كل ما كانت الكوست بتاع الديفكت كانت احسن. طيب دي نفس الرسمه برضو، احنا فكره ان احنا عايزين نشفت ليفت دي، وعايزين دايما نفيفر او نفضل البريفنشن على الديتكشن، ان انا امنع، وده اللي كنا بنتكلم عليه من شويه، فكره ان انت ازاي تمنع السيستم بتاعك يمنع حدوث الخطا من ان هو يديتكت الخطا لما يحصل. دايما عندك الحاجتين دولت، انك تبريفنت وانك تديتكت، ودايما الناس بتحاول توبتمايز الاثنين، لان في الاخر مش كل حاجه تعرف تعمل لها بريفنشن، او انت مش عارف ان في حاجه فمحتاج تعمل لها بريفنشن، فانت محتاج تديتكت وبتحاول تامبروف الديتكشن تايم بتاعك، ان هو التايم تو ديتكت الايشوز تبقى اقل حاجه، مش مستنى لحد ما الكاستمر تحصل له مشكله ويشوفها ويبوظ الدنيا، بعد كده انت تشوفها بالصدفه او هو يشتكي او كده. ولو هي حاجه لصالح الكاستمر فهو عمال بيستفيد من وراك، فممكن ما يقولكش، بس انت عمال تخسر فلوس، مثلا عمال مثلا بيعمل ريميتنسز وترانسفيرز من غير ما فلوس تتخصم، فعمال يحول فلوس وغيره وهكذا. فاحنا عايزين نوصل نشفت ليفت، دي تبقى القاعده بتاعت الانفستمنت كبيره قوي في المثلث ده، ان انا انفست جدا في ان انا ابريفنت المشاكل قبل ما تحصل، وكل ما اطلع لفوق ده يكون اقل ما يمكن. يعني فكره ان انا انفولف التسترز في افري ستيج هي ماشي، بس هي كوستلي عن ان انا ابريفنت من الاول. ان انا تيست كونتينيوسلي، ان انا تيست ايرلي، تيست افري تايم، وتيست ايفريثينج، دي كلها كوست، وانا مش عايز اعمل الكلام ده، او الانفستمنت بتاعي يبقى اقل شيء هنا واعلى شيء تحت. حد سمع عن اللين؟ تلاقي لين اجايل بيتحطوا مع بعض كتير، حلو جدا. اللين دي جايه من المانيفاكتشرنج اندستري، كانت تويوتا اللي عاملاها. في قصه طويله ورا الموضوع وانا مش خبير في ده، ولكن السكس سيجما ممتاز. الراجل ده عامل شيفت
كارير شيفت. ففكره اللين دي جايه من المانيفاكتشر اندستري، هو هدفها او الاسنس او الجوهر بتاعها ايه؟ ان هو عايز يماكسمايز الكاستمر فاليو، وفي نفس الوقت يقلل الايه؟ الويست اوف تايم. اي حاجه ويست يقللها ويماكسمايز الكاستمر فاليو. وبيقول ان الفاليو دي اي حاجه الكاستمر ويلنج ان هو يدفع فيها فلوس. دي بالنسبه لي اللي انا بقول عليها فاليو. في الاخر انا بزنس قايم ليه؟ عشان الكاستمر يدفع فلوس وانا اكسب والكلام ده. والويست هي اي ستيب في البروسيس بتاعتي اللي مش بتدي فاليو للكاستمر، او ان الكاستمر مش فارق معاه ومش عايز يدفع فيها فلوس. فاي حاجه بعملها في النص الكاستمر ما تفرقش معاه وهو مش يعني تعملها ما تعملهاش دونت كير، انا عايز الفاليو دي واحده من الويست اوف تايم او الويست عموما في اللين ثينكينج. وبيقولوا ان عنده نوعين من الويست. اول نوع النون فاليو ادد اكتيفيتي، بس هي مهمه يعني نسيسري عشان انا اقدر اشتغل. فطبعا احنا بنماب الحاجات دي في السوفت وير انجينيرنج اندستري. فواحده من النون ادد فاليو اكتيفيتي بالنسبه للكاستمر هي ريفاكتورنج، ديبلويمنت، التست، الحاجات دي. والهدف في كسوفت وير في السوفت وير انجينيرنج ان انا اقلل ده على قد ما اقدر، او اوتوميت الحاجات اللي ممكن تبقى اوتوميتد، لان ده بالنسبه لنا ايه؟ نون ادد فاليو للكاستمر. فلو انا بدفع فيها اكس اماونت اوف تايم او اوف ماني، فانا محتاج اقلل ده على قد ما يقدر او اوتوميته، بحيث لان ده مش مدفوع فيه فلوس، فانا محتاج اقلل دوت على قد ما اقدر. زي مثلا انا اوتوميت التست، عشان كده احنا بنقول الاوتوميشن تيست اوتوميشن عموما برضو ايه الايند مع فكره اللين يعني. والنوع الثاني من الويست اللي هو الويست اللي هو نون ادد فاليو ومش مهمه، زي الميتنجز كتير مالهاش اي لازمه. نخش بس كده ايه يعني حلو برضو السوشياليزيشن وكده ظريف يعني. بس في الاخر مش حاجه الكاستمرز بيدفعوا فيها فلوس. والهدف ان انا ايه في اللين ان انا اليمينيت ده خالص، اي حاجه مش بتأد اي فاليو ومش مهمه ان انا اليمينيت ده. هسمع برضو عن بوكي يوكي. اليابان عامله شغل عالي في الاندستري دي. بوكي يوكي معناها بوكي ميستيك ويوكي بريفنشن او بريفنتنج. الشخص اللي عمل البتاع دي كان اسمه تقريبا في السلايد اللي بعدها اسمه شيجو شينجو، انجينير في تويوتا برضو تقريبا. وده كان جه فكره اللي انا عايز امنع الميستيكس. فالفكره كان ان هم بيعملوا ايه؟ ده مبدئيا الفكره بتاعت ان انا ابريفنت الناس او امنع الناس ان هي تعمل اخطاء. فزي الفيشه والكوبس بالظبط. فالفيشه اللي هتخش فيها بالظبط نفس الفتحات بتاعه الفيشه، بحيث ان محدش يعرف يركب فيشه غلط في مكان هو عملها بالظبط على قدها، ما فيش حد هيغلط يعني. ده الفكره بتاعتها يعني العامه. وكان قبل كده كان في بيعملوا تيست ديفايسز في المصانع، وهي ديزايند ان هو يتشيك ويطلع الديفكتس بتاعت البرودكتس اللي بتحصل لها تصنيع دلوقتي. فالديفايس دي بتست الديفايسز الثانيه اللي ممكن تكون اللي بصنعها دلوقتي عشان نطلع الديفكتس اللي فيها. طبعا مش بس ان هي very expensive عشان نصنع الديفايسز دي، بس كمان فيها ايه repeated work ومش reliable وممكن فيها mistakes والكلام ده. ففكره ان انا ابريفنت ان يحصل مشاكل من الاول ومن الديزاين فيز، كانت دي فكره البوكي يوكي يعني. فبيقول لك ايه في الاخر؟ ان inspection to find to find defects is waste, inspection to prevent defects is essential. تمام. احنا كل ده عشان نوصل لايه؟ احنا كل ده بنتكلم على ايه؟ اوتوميشن تيستنج. بعد كده دخلنا للاكستريم ليفل، بدأنا نتكلم على اللين وان احنا عايزين نقلل الويست، وكمان فكره ان احنا عايزين نبريفنت اوفر ديتكت. احنا وصلنا ايفنشولي للتست دريفن ديفلوبمنت. تمام. ده فكره يعني احنا عايزين نسم اب كل اللي احنا اتكلمنا عليه هنا، ان انا عايز بريفنت الديفكتس او الباجز بتاعتي قبل ما ديتكتت يعني، واقلل الكوست بتاعت ان انا افكس المشاكل. ايفنشولي انا بتكلم هنا على ايه؟ على التست دريفن ديفلوبمنت. وده معناه ان انا بكتب التست قبل ما اكتب اصلا البرودكشن كود. وده نفس الفكره بتاعت شيفت ليفت مايند سيت، ان انا بشيفت للاخر تو ذا اكستريم ليفل. انا بكتب التست بتاعي قبل ما اكتب البرودكشن كود، وبالتالي انا بريفنت ان انا اكتب اصلا كود باجي بعدين اعمل له تيست. انا اصلا مش بعرف اكتب كود باجي، انا عندي تيست بيفيل من قبل ما اعمل اي حاجه، وهو اللي هيخليني اكتب كود كويس. يعني الاجزاء دي من السلايدز من اول كده شيفت ليفت مايند سيت دي هنا بنبوش لفكره التي دي.